حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله وصفتنا هنعمل فيها الدونات، وهنعرف مع بعض ازاي نطلع عجينة ناجحة جدا وطعمها جامد جدا. تابعوني عشان نعرف ازاي هنعمل اجمد دوناتس ممكن تاكلوها في البيت، ونعرف مكوناتنا مع بعض. مكوناتنا اللي هنحتاجها النهاردة معانا هما 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم كوباية من اللبن الدافي، عليهم 3 معالق من الزبدة، وعليهم معلقة من البيكنج باودر والخميرة، وهنحتاج عليهم بضاية وفانيليا. ومستخدمة هنا السكر ملون، ومستخدمة شوكليت شيبس، عليهم 3 معالق من السكر، واي صوص حضراتكم بتحبوه او اي طريقة للتزيين حضراتكم بتحبوه. هنبتدي ان انا اخد دي وننزل عليه برشة من الملح، وننزل بالخميرة والبيكنج باودر، وننزل بالثلاث معالق من السكر والفانيليا. بعد كده ننزل بالبيض والزبدة، ننزل بمعلقتين ونسيب معلقة بعد ما العجينة تلم. نبتدي نقلب مكوناتنا كلها عشان الدقيق كله يتطعم بالبيض والزبدة. المكونات كلها بننزل باللبن الدافي ونبتدي نلم العجينة. وهنا عشان ناخد عجينة ناجحة جدا لازم نعجنها كويس جدا، وهنا بنبتدي نعجن العجينة كويس لحد ما نحس ان خلاص كده تنعم معانا. بعد ما هنا ابتدت تطرى معانا بننزل بكل معلقة من الزبدة نقلبها كويس داخل العجينة، ونرجع نقلب تاني. وعلى فكرة عادي لو حسيتوا انها رجعت تسيح تاني العجينة بترجع تلم كويس جدا. كل ما نعجن فيها كل ما ناخد عجينة ناعمة جدا، وبجد هتكون حلوة جدا معانا. يا ريت ان شاء الله لو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. وهنا ما شاء الله العجينة نعمت خالص معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنبتدي هنا نلمها كويس ونسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. وهنا بعد ما العجينة ما شاء الله خمرت ما شاء الله ناعمة جدا وماشية معانا حلو جدا في العجين، نعجنها عشان نوصل للسمك اللي حضراتكم هتشوفوه معايا. ما شاء الله العجينة ما شاء الله معانا حلوة جدا في العجين وسهلة جدا. هنبتدي هنا نقطعها بقطعة الدوناتس، ولو مش متاح عند حضراتكم قطعة الدوناتس ممكن بأي كوباية او اي حاجة مدورة عند حضراتكم. ابتدي اي غطا موجود عند حضراتكم تقطعوا تعملوا الدوائر الصغيرة اللي في النص. وهنا بعد ما قطعناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه والسمك اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، نبتدي نخلص الكمية. الباقي من العجين بنلمه تاني ونرجع نفرده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ونقطعه تاني، وبنسيبها على صينية ترتاح حوالي ربع ساعة. بعد هنا ما شاء الله عملت كمية حلوة جدا. نبتدي نحضر طاسة فيها زيت، والاحسن نسيب الزيت ما يكونش سخن قوي عشان هي بتاخد لون بسرعة جدا. الاحسن ان هو الزيت ما يكونش سخن قوي معانا، لان لو سخن قوي هتاخد لون بسرعة جدا ومش هنلحق. فهنا ما شاء الله هنا بنقلب فيها على طول، بين كل مرة والتانية ريت نطفي ريت نوطي على البوتاجاز خالص النار عشان ما تاخدش لون بسرعة خالص مننا. وهنا بعد ما حضرنا الكمية موجودة معانا شكلها طالع قدام حضراتكم ما شاء الله، واخده لون حلو جدا وهشة جدا ما شاء الله العجينة، ويبقى طعمها حلو جدا معانا واللون حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين. وهنا بنخلص بقية الكمية بنفس الشكل اللي عملناه مع حضراتكم. بنخلص بقية الكمية اللي موجودة معانا بنفس الطريقة. هنبتدي هنا بقى نحضر. لو حضراتكم انا هنا عامله الصوص الابيض والصوص الشوكولاته، لو مش متاح عند حضراتكم انتوا تعملوه ممكن تجيبوا الشوكليت شيبس ده سريع جدا. بنبتدي نسيبه على نار كده حمام بخار ميه اللي هو يسيح معانا، او نعمل صوص الشوكولاته او صوص الابيض. وهنزل ان شاء الله طريقته في فيديو منفصل عن الفيديو ده. لو مش متاح ممكن زي ما قلت لحضراتكم تستخدموا شوكليت شيبس نزينها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، باي شكل حضراتكم حابين تاكلوها بيه ممكن تزينوها بيه. هنا انا عامله الصوص الابيض وصوص الشوكولاته. مستخدمه السكر الملون، بجد بيديها كمان شكل حلو جدا، طعمها بجد جامد جدا، وعجينتها كمان هتعجبكم جدا ان شاء الله.
شاء الله ياريت تجربوها بألف هنا وصحة على قلبكم.